توفي الفنان القدير عمر محمد صالح عبد الهادي الحريري مساء أمس الأحد بمستشفى الجلاء العسكري عن عمر يناهز 86 بعد صراع مع المرض استمر لعدة أيام. وقد شيعت اليوم جنازته بعد صلاة الظهر من مسجد أبو بكر الصديق بمساكن شيراتون، حيث شهدت صلاة الجنازة حضورا كثيفا من أصدقاء ومحبي الفنان عمر الحريري ممن علموا خبر وفاته. ولد عمر الحريري في حي عابدين بمدينة القاهرة في 12 فبراير شباط عام 1926. تخرج من معهد التمثيل في عام 1947 مع عدد من فناني جيله، نذكر منهم كمال الشناوي وصلاح ذو الفقار وشكري سرحان. بدأت مسيرة الراحل عمر الحريري الفنية في العام 1950 حيث عمل في فرقة رمسيس المسرحية للفنان القدير يوسف وهبي، ثم في المسرح القومي ومسرح التلفزيون، وكان أول ظهور على الشاشة في فيلم الأفوكاتو مديحة أمام مديحة يسري ويوسف وهبي في عام 1950. عاش الحريري حياته في حالة حب دائم مع الآخرين، كارها للصراعات والخلافات، وكان له سجل فني حافل وناجح، فقد وصل رصيده السينمائي إلى ما يقارب من 180 فيلم سينمائي و85 مسلسل تلفزيوني و70 مسلسل إذاعي ونحو 32 عرضا مسرحيا. يذكر أن آخر مشاركات الفنان الراحل كانت مسرحية حديقة الأذكياء على مسرح الطفل، حيث تم تكريمه. ده شرف ليا ان انا ابقى نقيب على ممثل زي عمر الحريري. استاذ عمر الحريري قيمة وقامة ورمز ورائد وأستاذ، وبيجمع بين صفات من النادر انها تتوافق في ممثل واحد. كما شارك مؤخرا في مسلسل شيخ العرب همام، وأدى فيه شخصية والد همام شيخ العرب. كما قدم مسرحيات عديدة منها شاهد ما شافش حاجة مع عادل إمام، والواد سيد الشغال أيضا مع عادل إمام ومصطفى متولي ورجاء الجداوي. امال ايه؟ انا شفتك في الفوازير على فكرة. فوازير ايه؟ فوازير رمضان في التلفزيون، كانت ألف ليلة وليلة باين زمان مش دلوقتي. انت ايه اللي شغالك في الحاجات دي؟ مش فاهم. هشتغل يعني اشتغل في محمد رسول الله. دي